عمر كان آمنا في بيته هنا بحي الملاسين، وهو يتابع مجريات الأحداث في بلاده عبر شاشة التلفزيون. من هذه النافذة ودون استئذان دخلت إليه رصاصة لتستقر في رأس كريمته مروة. فهمتي، ورجعت لهنا طاحت مرة هكا ومرة غادي، بالله العظيم تقول زلزال على راسي. أنا ضربت، ما نعرفش كيفاش بنتي ضربت. إشلاء دماغ الشابة والتي كانت تعد لشهادة تخرج من معهد تكوين الأساتذة تطايرت في مشهد مريع داخل هذه الغرفة. كنا نقرأ فرد ليسي، شو مع بعضنا نجو مع بعضنا، كان في الأوراق بنت عمها، ما احنا ذوما كل خواتي. رصاص قناص وضع هذه الأسرة في وضعية حداد قد لا تنتهي قريبا. كما اغتال القناص مروة من البناية المقابلة، اغتال كل آمالها وأحلام أسرتها الفقيرة. أسرة عمر ليست المكلومة وحدها بفقدان قريب أو عزيز. أهالي الشهداء جاءوا من كل أنحاء تونس للمشاركة في المسيرات والاعتصامات، مؤكدين أنهم على الدرب سائرون. رسالتنا إلى كل أحرار العالم أن دم الشهداء أو أبنائنا لن يذهب هدرا. والوفاء للشهداء معناه بالنسبة لهم تنفيذ المطالب بانجلاء الليل وكسر القيود. محمد عبد الله مأمين، العالم، تونس.